السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة أجريكلتشر. معاكم المهندسة الزراعية إسراء مصطفى. النهاردة هنتكلم عن موضوع إزاي تنظم وقتك في الحياة الجامعية. عندنا 6 نقاط مهمة لازم تسمعهم مني وما ترجعش ورايا، وكمان تطبقهم وإن شاء الله ربنا هيكرمك أو هيكرمك في الحياة الجامعية إن شاء الله. أول حاجة أولا طبعا لازم تعرف أولوياتك أو تعرفي أولوياتك. إيه هي الأولويات في الجامعة؟ أولوياتك في الجامعة إيه؟ أو اليوم الجامعي إيه اللي أولوياتك؟ طبعا المحاضرات والسكاشن لازم تعرفي أو لازم تعرف إن دي أهم أولوياتك، ومن غيرها طبعا هترسب، لأن السكاشن بيبقى عليها درجات، والمحاضرة بتاخد فيها الدكتور بيقول فيها الحاجات المهمة وبيقول فيها الحاجات اللي هي الملغية. ممكن مثلا الدكتور يلغي فصل، يلغي حاجة، وساعات الدكتور بيحدد نقاط مهمة جدا بيقول عليها بتبقى نقاط يعني بتبقى مهمة في الامتحانات. ثانيا واهم حاجة الصلاة. الصلاة ليه بقى الصلاة؟ علشان الصلاة دي هتخليك او هتخليكي تنظم وقتك من غير ما تحس. دلوقتي الفجر، هقوم الفجر او انا لما بقوم الصبح هصلي الصبح، هلاقي نفسي الله ده انا اترتبت من غير ما احس. الفجر عندي الفجر، صليت الفجر خلاص، يبقى انا الفجر نظمت وقتي اللي انا الفجر بعديه الظهر. طب انا هعرف بقى قبل الفجر هعمل ايه او بعد الفجر هعمل ايه، قبل الظهر بعد الظهر. كده انا قدرت ان انا انظم وقتي. تالت حاجة، خصص لنفسك ورد يومي او خصصي لنفسك ورد يومي في القرآن. ليه بقى؟ علشان هيديكي او هيديك راحة نفسية واسترخاء. هتحس باسترخاء نفسي، لان طبعا القرآن طبعا معالج نفسي من غير اي حاجة، ودي معروفة طبعا. رابعا، خدلك او خدولكوا اجازة، بس في وقتها. يعني في وقتها يعني انا اكون مخلص اللي عليا. يعني مثلا آه، اكون مبيض، اكون مبيض اول باول، عامل ملخصات، كاتب النقط اللي هي حل الامتحانات السنين السابقة. كده ليه بقى؟ علشان انا لما اخد اجازة لنفسي اكون بقى مرتاح، بقى انا مخلص كل اللي عليا. خامسا واهم حاجة، لازم تخصص يوم تقعد فيه مع عيلتك. يعني ما ينفعش ان انا ايه اقول انا هقضي كل اوقاتي او ساعة من الساعات الايام لازم اقعد فيها مع عيلتي. يعني على الاقل لو ما عنديش وقت خالص، طبعا علشان كلية الزراعة بتبقى كلية عملية وخاصة سنة اولى بتبقى الايام كلها من ساعات كنا بنقعدوا لحد الساعة 7 بالليل. ساعتها انا كنت بروح الساعة 11 بالليل علشان المواصلات. ده اللي ايه بقى؟ نعمل ايه طيب؟ طب انا عايزة اقعد مع عيلتي مش عارفة. على الاقل مثلا يوم الجمعة، مفيش يوم جمعة انا مش فاضي، ببيت بعمل حاجة، يبقى خلاص يبقى وقت الغدا اقعد معاهم في الغدا، ما اكلش لوحدي. طب انا خلاص بقى، انت لو عندك ظروف او عندك ظروف خلاص يبقى ايه، يبقى عارفة الله عما سلف ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وان شاء الله تتقابلوا بقى ايه في الاجازة، اجازة نص السنة بعد الامتحانات كده. طب انا لو انا مغترب خلاص يبقى انا ايه، طبعا زمايلي المغتربين كان عندي زمايلي مغتربين كانوا بيروحوا طبعا ايه الاجازه بتاعتهم يوم الخميس. بيعملوا ايه بقى؟ بتعمل ايه انت؟ لازم الكلام ده للمغتربين يا جماعه. هقول لهم ايه، هقول لهم كلام مهم. ايه هو كلام مهم؟ اللي انا ما ينفعش ان انا اروح لعيلتي اكون انا مفروض قاعد طول الاسبوع بره عنهم، وهم عايزين يقعدوا معايا اروح لهم بقى اقول لهم لا يا جماعه معلش، اصل انا عليا مذاكره، انا عليا تبييض، اصل انا مش فاضي. لا، لازم اكون مخلص اللي ورايا. على الاقل يكون مخلص تبييض على اساس ان انا مثلا قبل الامتحان هقرا اللي انا مبيضه خلاص، هقرا المحاضره، لان المحاضره دي بتبقى فيها كل البهاريز زي ما بيقولوا، فيها كل الخلاصة. لان الدكتور طبعا الكلام اللي بيقوله هو ده اللي بيجيبه في الامتحان، طبعا هو ده اللي بيبقى عايزه يبقى مكتوب.
سادس حاجة، اتفرج على فيديو كيف تنجح في كلية زراعة، هيفيدك ان شاء الله، او هيفيدك وان شاء الله تلو استفادة كبيرة جدا من فيديوهاتي بإذن الله. آه، لان انا كنت طبعا دي خبرة 4 سنين، فانا قلت ان انا افيد بيها زمايلي في كلية زراعة سوا باشا، ويا رب افيدكم يا رب واكون بفيدكم ان شاء الله. ولو في اي تعليقات او اي موضوع عايزين نتكلم عليه اكتبولي في الكومنتات، وربنا معاكم يا رب.